النهاردة هنعمل بقى برام رز معمر إنما حكاية، بجد طعمه تحفة جدا. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا هنا 3 كوبايات رز انا غسلاهم كويس قوي، وسمنة بلدي، وكريمة، ولبن مغلي جايباه من عند اللبان كده سايب. ومعايا هنا ملح، طبعا الملح حسب الذوق او الرغبة. هجيب بقى البرام بتاعي كده واحط فيه شوية سمنة، هحط حوالي كده معلقة زي ما انتوا شايفين. هقلبها في أرضية البرام علشان الرز بتاعي ما يلزقش في البرام كده ويديله طعم في نفس الوقت. هقلبهم كده واجيب كمان معاهم معلقة كبيرة من الكريمة. كل الكلام ده انا جايباه من عند اللبان. مكونات بسيطة وفي نفس الوقت بتدينا طعم حلو قوي للرز. في ناس كمان انا كنت بشوفهم على فيديوهات كتير اتفرجت عليها بيحطوا على الرز سكر. انا متهيألي يعني ان لما بنحط الكريمة هو بيسكر الرز طبيعي، فمش بيحتاج ان انت تحطي المعلقة الصغيرة بتاعة السكر دي. كده كده الكريمة هتغنينا عن الطعم بتاع السكر، بان هي بتديله مزازة وطعم مسكر كده شوية لما بيجي يستوي. هحط بقى هنا كده 3/4 البرام رز والربع الاخير فاضي، علشان حجم الرز لما يجي يستوي بيزيد ويتضاعف معانا. مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا من الخطوات الصغيرة دي. هحط بقى كمان معلقة من السمنة كده واقلبها كويس قوي زي ما انتوا شايفين مع الرز، علشان يغلف كل حباية رز معانا في البرام بتاعنا. بعد كده هحط بقى كمية الملح بتاعتي، وبعدين هقلبه وازود عليه كمان اللبن زي ما هتشوفوا دلوقتي. هحط هنا كمية صغيرة في الاول. اول ما هحط كده هحط شوية صغيرين، لان هزود عليهم نص كوباية مية. مهمة جدا الخطوة دي تعرفوها، علشان الرز بتاعنا ما يطلعش معجن وملزق في بعضه. ممكن تحطي نص كوباية مية لو ما عندكيش شوربة او مرقة، يا تحطي مية يا تحطي شوربة. مهمة جدا الخطوة دي، هتخلي معاكي الرز مفلفل ومش تقيل كده وملزق في بعضه. هنقلب كده اللبن بتاعنا مع الرز ونشوف الملح بتاعنا اخباره ايه. عايزين شوية ملح ممكن نزود، انا هنا لقيته ناقص ملح في الطعم بتاعه رحت مزودة شوية. بعد كده هزود بقى الكريمة، بس انا مش هستعمل المعلقة اللي انا كنت بستعملها دلوقتي، علشان الكريمة بتاعتي لو انا ما خلصتهاش كلها في البرام بتاعي اعرف احفظها وما تبص مني، لان الجو حر وممكن تبوظ مني بسرعة. فبعد ما بخلص هحطها بقى في التلاجة، وطبعا مش هتكون باظت لان انا مستعملة معلقة نضيفة. انا كده اخدت نص كمية الكريمة اللي انا كنت جايباها، كنت جايبة حوالي 300 جرام. طبعا ما ننساش نشغل الفرن على درجة حرارة 200 قبل ما نشتغل بربع ساعة كده تقريبا. هنحطه في الرف اللي قبل الاخير. لو الفرن بتاعك بيشتغل الشواية من فوق ومن تحت، هتشغليهم الاتنين مع بعض لغاية لما وش البرام بتاعنا يتحمر وياخد اللون الذهبي المظبوط ده. بعد كده تطفيه وتسيبيها مدة ساعة تقريبا تستوي في الفرن. بعد ما استوت ده شكلها النهائي. طالعة تحفة جدا، وانا هنا زودت حتة كده من القشطة صغيرة على الوش، بتديها طعم وريحة جميلة جدا. بصوا الرز قد ايه طالع مظبوط ومستوي، وفي نفس الوقت مش معجن ولا ملزق في بعضه، مفلفل كده وطعمه وريحته جميلة جدا جدا. اتمنى من كل قلبي تجربوا وصفتي وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله.